الماتش ده مش مجرد نهائي عادي، لأ، ده صراع بين مدرستين كورة على عرش أفريقيا. دي الخلاصة عن نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال. بصوا، عندك المغرب صاحب الأرض والجمهور اللي بيحلم باللقب ده بعد غياب طويل، وفي الناحية التانية السنغال حامل اللقب اللي عايز يثبت إنه لسه مكمل. صحيح إن تاريخيا المغرب كعبه أعلى في المواجهات المباشرة، بس خد بالك دي أول مرة خالص يتقابلوا في نهائي. يعني السنغال عندها خبرة النهائيات بتاعت السنين الأخيرة، والمغرب معاها سلاح الأرض والجمهور اللي ممكن يقلب الماتش في أي ثانية. الخلاصة، النهائي ده هيتحسم بتفاصيل تكتيكية صغيرة جدا. مين هيكسب معركة الأطراف، ومين هيسيطر على نص الملعب، والأهم مين هيعرف يتعامل مع الضغط النفسي أحسن. طيب، أول حاجة، المعركة الحقيقية كلها هتبقى على الأطراف. قوة المغرب على فكرة مش بس في دفاعه الجامد، لأ، دي في قدرة الباكات بتوعه زي أشرف حكيمي إنهم يتحولوا من الدفاع للهجوم في لحظة. ودي ممكن تبقى أكبر خطر على نص ملعب السنغال لو كان بطيء إنه يرجع. فالسؤال هنا بقى، هل وليد الركراكي هيديله الحرية دي، ولا هيطلب منه يركز أكتر عشان يوقف خطورة ساديو ماني؟ تاني حاجة، وهي خناقة نص الملعب. السنغال معروفة بقوتها البدنية والضغط العالي اللي بتخنق بيه أي خصم، وهنا بقى يجي دور لعيبة وسط المغرب. لو عرفوا بمهارتهم يمتصوا الضغط ده ويطلعوا بالكرة صح، ساعتها هيقدروا يعزلوا هجوم السنغال تماما ويتحكموا هم في رتم الماتش. وأخيرا، العامل النفسي والخبرة. الماتش ده مش مجرد نهائي عادي، لأ، ده صراع بين مدرستين كورة على عرش أفريقيا. دي الخلاصة عن نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال. بصوا، عندك المغرب صاحب الأرض والجمهور اللي بيحلم باللقب ده بعد غياب طويل، وفي الناحية التانية السنغال حامل اللقب اللي عايز يثبت إنه لسه مكمل. صحيح إن تاريخيا المغرب كعبه أعلى في المواجهات المباشرة، بس خد بالك دي أول مرة خالص يتقابلوا في نهائي. يعني السنغال عندها خبرة النهائيات بتاعت السنين الأخيرة، والمغرب معاها سلاح الأرض والجمهور اللي ممكن يقلب الماتش في أي ثانية. الخلاصة، النهائي ده هيتحسم بتفاصيل تكتيكية صغيرة جدا. مين هيكسب معركة الأطراف، ومين هيسيطر على نص الملعب، والأهم مين هيعرف يتعامل مع الضغط النفسي أحسن. طيب، أول حاجة، المعركة الحقيقية كلها هتبقى على الأطراف. قوة المغرب على فكرة مش بس في دفاعه الجامد، لأ، دي في قدرة الباكات بتوعه زي أشرف حكيمي إنهم يتحولوا من الدفاع للهجوم في لحظة. ودي ممكن تبقى أكبر خطر على نص ملعب السنغال لو كان بطيء إنه يرجع. فالسؤال هنا بقى، هل وليد الركراكي هيديله الحرية دي، ولا هيطلب منه يركز أكتر عشان يوقف خطورة ساديو ماني؟ تاني حاجة، وهي خناقة نص الملعب. السنغال معروفة بقوتها البدنية والضغط العالي اللي بتخنق بيه أي خصم، وهنا بقى يجي دور لعيبة وسط المغرب. لو عرفوا بمهارتهم يمتصوا الضغط ده ويطلعوا بالكرة صح، ساعتها هيقدروا يعزلوا هجوم السنغال تماما ويتحكموا هم في رتم الماتش. وأخيرا، العامل النفسي والخبرة.